وننتقل من موضوع آخر، من موضوع الثور إلى موضوع مجلس النواب. بدأنا لكم بالموضوع الأهم، والآن ننتقل إلى موضوع مجلس النواب، حيث حدث شيء لم يكن في الحسبان، حدث تاريخي عظيم. وبعد عدة سنوات تفاجأ اليمنيين في هذا الأسبوع بسماع هذا الخبر. بعد سنوات من التعثر يستأنف مجلس النواب عمله هذه المرة عبر الفضاء الافتراضي. اليوم يعقد مجلس النواب أول اجتماع افتراضي تشاوري له في تاريخه. تخيلوا معنا، رأسه طبعا سلطان البركاني وفق بيان المجلس المنشور على موقعه الإلكتروني. وأخيرا اجتمع مجلس النواب بعد 4 سنين، لا سؤال ولا جواب. كنا افتكرناهم ماتوا صاروا تحت التراب. سمعنا أصواتهم ولو من وراء حجاب. زغردين يا صبايا وصفقوا يا شباب. وأخيرا اجتمع مجلس النواب. يا الله، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. الحمد لله الذي مد الله بأعمارنا حتى نشوف مجلس النواب يجتمع. حاجة لم نكن نتخيلها ولم تكن في حسباننا، والحمد لله أن احنا شاهدنا هذا اليوم.